في بعض الأوقات بنقابل شخصيات دائما بتكون مترددة حتى في أبسط الأمور. حتى لو انت اتفقت معاها على خروجة أو حاجة بسيطة جدا أو حاجة عادية، بيبدو عليه التوتر ومش قادر ياخد القرار. دايما متردد في المكان اللي هتخرجوا فيه، الأكل اللي هتاكلوه، اللبس اللي هيلبسه، ويفضل دايما متردد. لو نزل واشترى أي شيء من أي مكان، سواء لبس، مواد غذائية، أي حاجة، بيفضل متردد ومش قادر ياخد القرار. وبعدين في الآخر بيشوف حد، أي شخص أيا كان، ينوب عنه في اتخاذ القرار، يقول له معلش ممكن تساعدني، أصلا أنا متردد شوية أخد ده ولا ده. حتى هو ما يعرفوش خالص، ممكن يكون مقابله في المحل أو اللي بيبيع له في المحل، يقول له إيه رأيك، ده أحلى ولا ده أحلى؟ وياخد القرار بناء على ترجيحات وترشيحات الناس اللي كانت موجودة. في علم النفس بيقولوا إن الشخصية المترددة دي هي شخصية غير حاسمة، بتواجه صعوبة في اتخاذ القرارات، واتخاذ القرار بيمثل لها قلق شديد جدا وتوتر، بداية من أبسط القرارات وهو اختيار وجبة غذائية، مرورا بالاختيارات المصيرية والمهمة جدا في حياته زي اختيار شريك الحياة. والحقيقة الشخصية دي بتعاني كتير جدا جدا، على طول متوترة، على طول مش واثقة في اختياراتها، ودائما بتندم على أي قرار خدته حتى لو كان القرار اللي خده ده صح.